شالوم. شالوم عزرا. ولقد علق الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية على الضجة التي أثارتها إسرائيل لمصادرة السفينة بات جليم التي حاولت عبور قناة السويس فصادرتها السلطات المصرية. علق بأن مصر لن تسمح بمرور سفن دولة تآمرت لنسف منشآتنا العامة، وأوفدت أفواجا من الجواسيس والمخربين إلى البلاد. والغريبة انه كان واثق من نفسه ثقة ملهاش حدود، وهو بيقول لي في الاخر سيب الحكاية دي عليا. بس ده مش اعتراف انه على علاقة مع المصريين ادون عزرا. عموما انا قلت اللي حصل بالتفصيل. سواء اعترف او ما اعترفش يا يوسف، المناقشة دي بتحمل معاني واضحة. معقولة ده؟ من غير اندهاش ولا حزن. مفيش قدامنا غير حل واحد، اننا نستمر معاه لحد ما نشوفه هيعمل ايه مع عزرا. اداك ميعاد؟ هو قال لي ما اتصلش بيه قبل اسبوع. كل واحد عارف هيعمل ايه بالظبط. وانت يا عزرا ما تتصلش بيه وما تكلموش الا لما اقول لك. اوكي. اهم ما في الامر ان كل شيء يبدو طبيعي حوالين ادون سمحون. والناس اللي بيتصل بيهم سيبوا يتصل بيهم، احنا مش مستعجلين. احنا هنا في اسرائيل مش في القاهرة. المرة دي هندي المصريين درس عمرهم ما هينسوه. بوكر توف ادون سمحون، انت لسه نايم؟ هي الساعة كام معاك دلوقتي؟ الساعة 9:30، وميعادك مع ادون اورلوزوروف الساعة 9. انا متأسف جدا ادون عزرا، وارجو انك تبلغ اعتذاري لادون ظروف. واضح انك نمت متأخر امبارح. في الواقع اني ما نمتش خالص. سلامتك. تحب ابعت لك دكتور؟ لا، المسألة مش محتاجة الدكتور ولا حاجة. تحب نأجل الميعاد؟ لا لا لا، انا نص ساعة بالكتير وهكون عندك. واحنا في انتظارك. شالوم. ايه رأيك اقول له؟ كويس طبعا، بس هو يمضي عقد زي ده؟ مش دي كانت طلباته؟ الكلام حاجة والعقد المكتوب اللي هيتسجل حاجة تانية. اللي زي ديفيد ما يرجعش في كلامه. المهم انك تنفذ اللي اقول لك عليه بالظبط. يعني ايه؟ يعني لو طلب دراسة اقتصادية او حاجة زي الحاجات اللي مش عاجباك دي توافق. دي فلوس في الهوا. قوله اللي اقول لك عليه تعمله، واللي اوافق انا عليه توافق انت عليه من غير مناقشة. واضح؟
ايوه يوسف حبيبي بس من غير بس. واذا كانش عاجبك في غيرك مستعد يدخل معاه وبكل شروطه، حتى لو كانت الاداره والفلوس في ايده كمان. يعني وانا مغمض؟ لا غلط، انا ما قلتش كده. امال عايز اعمل ايه بالظبط؟ عايزك تناقش وتجادل وتقول كل اللي نفسك فيه، انما ساعه ما اقول لك انا اوكي يبقى اوكي. اوكي يوسف، اوكي. بوكر توف ديفيد. بوكر توف ليلان. مالك حبيبي؟ لا ابدا، اصلي ما نمتش كويس الليله. في حاجة؟ تعبان؟ لا كنت بفكر شويه. في حاجة مضايقاك؟ يوسف في الازرع واورلو ظروف منتظريني من ساعه علشان اوقع العقد. ياه، وهو ده بقى اللي شغلك؟ ازاي يعني؟ ازاي هوقع العقد من غير دراسه اقتصاديه؟ حقيقي انا لسه ما خلصتش الدراسة، لكن عندي ليك بقى شوية معلومات ومفاجآت مهمة جدا عن السياحة في اسرائيل. بس لاحظي بقى ان انت اللي محتاجه للمعلومات دي علشان الدراسه. انت مستعجل قوي؟ ليليان، انت تعرفي يوسف الازرع اكتر مني. لكن انت ايه اللي وداك عند روبير حصرون تاني ايزاك؟ اللي انا فهمته ان روبير اتعرف على ديفيد وعزمه عنده في البيت، وكان لازم يعزم معاه كام واحد محترمين. محترمين ولا لعيبة بوكر؟ ما كانش لعب سيرينا، ده كنا بنتسلى شويه، حتى انا وديفيد مشينا بدري. اكيد بعد ما نضفوك. معقول سيرينا تفكري فيا بالشكل ده؟ ايزاك، من غير لف ولا دوران خش في الموضوع. ما هو ده الموضوع. موضوع ايه؟ انتي مش سألتي يوسف الازرع عن ديفيد شارل سامحون؟ ده لما هو اتكلم عنه وطلبت منه انه يعزمه عندك. وانت سمعت ازاي؟ ما اعرفش، انا سمعتك وانت بتقولي له ابقى وجه له الدعوه باسمي. لاني زي ما قلت لك سمعنا عنه من يوسف، وهو سمع عنك مني. معنى كده ان يوسف ما وجهلوش الدعوه؟ انا قلت لديفيد كده. قلت له ايه؟ قلت له ان انا متاكد زي ما سيرينا متاكده ان يوسف ما كانش هيبلغه الدعوه. ايزاك، لما تتكلم باسمك انت حر، بس انا ما احبش حد يتكلم باسمي. ما تتصوريش سيرينا ديفيد انسان كويس قد ايه. بالتاكيد، والا ما كانش استلموا يوسف الازرع عشان يطفشه. تصوري روبير لما عرف انه لسه ما تعرفش عليكي استغرب جدا، قال له ازاي دي مصريه، ازاي دي مصريه زيك. وقال له ايه؟ قال له بس انا اسرائيلي. قعدت معاه كتير ايزاك؟ انا اللي وصلته امبارح لحد بيته. اوعى اكون استلفت منه ايزاك. انا؟ معقول سيرينا؟ مش من اول مره. يعني هو عرف اني انا عاوزه اشوفه. احنا ما اتكلمناش الا عنك. وقال ايه؟ شوفي سيرينا، هو قال بالظبط كده. هي كانت وجهت لي الدعوه وانا قلت لا. يعني هو عاوز اني انا اللي ادعي. مش بقولك انسان محترم. معاك تليفونه؟ انا معايا الكارت بتاعه، خليه معاكي، انا عندي تليفون. ديفيد شارل سامحون. وحشتك اسكندريه؟ خش في الموضوع. سيرينا، انت عارفه فيكي والاولاد لوسي بنتي امبارح بالليل كانت تعبانه جدا، انا اضطريت اجيب لها الدكتور. بالتاكيد، مادام بتخسر في القمار ضعف مرتبك، هيتعالجوا منين وتصرف عليهم منين؟ سيرينا انت عارفه ان ادي دول لفيكي وانا هسالها بنفسي. ميرسي خالص سيرينا، ميرسي جدا جدا. انا مستعد اوقع على العقد ده فورا، وانا كنت واثق اني فاهم كل رغباتك. انا اصلي ما بفهمش في الحاجات دي وسايبها لك. يعني ايه؟ يعني انت مش قريت العقد ده؟
انا اللي كاتبه ادون سمحون. خلاص انت مش وكيلي. ثق ادون سمحون ان مصلحة العميل هنا في مكتبي اهم من اي حاجة تانية. تفضل شوية حاجات كنت عاوز اناقشها مع ادون اورلو قبل التوقيع على العقد. لا اذا كان على الدراسه الاقتصاديه انا موافق. انت ملاحظ طبعا ان ادون ازرع ساب اسم الشركة فاضي. عندي لك اسم هايل. طب سيب لي حاجة واحدة بس ادون اورلو. حاجه زي ايه؟ يعني مش ملاحظ ان انا سايب لك كل حاجة في العقد، الحسابات والموظفين والفلوس. بس دي كانت رغبتك. ايوه بس تتفضل يعني شوية شكليات اعتقد انها من حقي. انت عندك اسم؟ الظاهر فعلا انك ما نمتش امبارح كويس. في الحقيقة انا عاوز اعلن من هنا من تل ابيب امتناني للراجل اللي اداني اسمه وساعدني على الخروج من مصر واداني الفلوس اللي هبتدي بيها المشروع ده. انت عايز تسميها باسم سمحون؟ مش بالظبط. امال عاوز تسميها ايه؟ باسم ماجي بنت مسيو سمحون. عاوز اسميها ماجي تورز. اسم جذاب وفي وفاء مش غريب على وطني زيك. في حاجه تانية؟ بالنسبة للمكتب. لا ما تحملش هم، انا لقيت مكتب ممتاز في حته هايله. في ديزنجوف. بالظبط. ده بقى اللي انا كنت خايف منه. ادون سمحون، انت عارف يعني ايه مكتب في شارع ديزنجوف؟ انا اقول لك، انت عارف طبعا ان اغلب شركات السياحة في تل ابيب موجودة في المنطقة دي. طبعا لانها منطقه تجاريه وممتازه وفي وسط البلد. وده طبعا هيؤثر وخصوصا في البداية على نشاط الشركة. ليه ادون سمحون؟ يعني لان في الحقيقة ان اي عميل اتعود انه يتعامل مع شركة معينة ودخل الشارع او المنطقة اللي فيها الشركة دي هيبقى من الصعب عليه انه يغير سكته. امر طبيعي انه يروح لشركته اللي اتعود عليها بدل ما يفكر انه يخش في تجربة جديدة مع شركة ما يعرفش عنها حاجة خالص. لكن لو احنا خدنا مثلا مكتب في شارع يوشع بن نون مثلا هنبقى بعيد عن المنافسة، ولما نعلن عن الشركة اكيد في ناس هتيجي حتى ولو للفرجة. في الحالة دي يبقى الباقي بقى علينا احنا. واضح انك درست تل ابيب دراسة وافية. فاكر اول يوم وصلت فيه تل ابيب؟ وقلت لي انك عاوز تعرف تل ابيب وتتعرف عليها. من السهل قوي انك تتعرف على المدينة يا ادون ازرع، لكن من الصعب قوي يا ادون ظروف انك تتعرف على سكانها. عموما احنا مش هنختلف في حاجه زي دي. في الحالة دي تفضل نقطة واحدة بس. ايه هي؟ الموظفين. احنا اتفقنا ان الموظفين دول من اختصاص انا، والعقد اللي انت وافقت عليه بيقول كده. ده صحيح. طب امال عايز ايه بالظبط؟ السكرتيرة. انا هرشح لك واحده هايله ممتازه هتخلي المكتب يمشي زي الساعه. عظيم. يبقى اتفقنا. لا لاحظ انك موافقني في اننا في البداية مش محتاجين الا للسكرتيرة واحدة بس لنا احنا الاتنين وللمكتب. بالظبط. يبقى في الحالة دي لازم نوافق عليها احنا الاتنين. انت عايز ايه بالظبط؟ انا كلامي واضح ادون اورلو. خلاص انا هرشح لك واحده. لا ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ يعني نعمل اعلان في الجورنال. فلوس تاني؟ اعلان؟ نعمل اعلان في الجورنال نطلب فيه السكرتيرة لها مواصفات معينة، شروط معينة، لغات، تيبرايتر، شورت هاند هيتقدم لك بالعشرات. نعمل انترفيو نختار الانسب والاحسن. مين اللي هيعمل الانترفيو؟ احنا الاتنين طبعا، واحنا الاتنين لازم نوافق. اوكي تحب اضيف الكلام ده للعقد؟ انت بتسألني عن شغلك ادون ازرع؟ ليليان فريدمان. بوكيرتوف. ايوه بس انا عندي شغل كتير طيب اوكي. شفتي ديفيد النهارده؟ انت عارف اني عديت عليه النهارده الصبح.
وايه الاخبار؟ كان تعبان عشان ما نامش طول الليل. لسه بتحبيه؟ انت عارف ان العواطف ملهاش دعوة بالشغل. زعلانه؟ عشان سؤالك كان وقح. اصل المطلوب انك تحبيه اكتر. كل حاجة هتبقى رسمية وقانونية تماما خلال اسبوعين بالكتير من النهارده. ارجو ان ده يحصل فعلا اظن اسرع. المهم انكم تلاقوا المكتب بسرعة. ضروري ضروري. شالوم. شالوم. الحقيقة انا مش عارف اهنيك ازاي ادون سامحون. انت منتظر حد دلوقتي؟ يعني الروتين بتاع كل يوم. طب اطلب من السكرتيرة انها ما تدخلش حد علينا. بقول لك اطلب من السكرتيرة ان ما حدش يدخل علينا ادون ازرع. ما تدخليش عليها حد دلوقتي، ومش عاوز تليفونات لحد ما اقول لك. ها؟ تحت امرك ادون سامحون. في حاجة مضايقاك ادون سامحون؟ انا عاوز اقابل شخصية مسؤولة. مسؤولة عن ايه بالظبط؟ بلاش الاسلوب ده في الكلام معايا يا ادون ازرع. ادون سامحون، انت عارف كويس قوي انا بتكلم عن ايه، وعارف كويس قوي انا عاوز اقابل مين بالظبط. طب قول لي انا الاول. انت لا، انا عاوز مسؤول عشان اعرف اتكلم معاه. انا لما عملت اللي عملته واتعرضت للي اتعرضت له، انا لما اتسجنت واتشردت وجعت وحفيت، كنت فاكر اني جاي من ناس صاحيه، ناس عارفه حقيقه الخطر اللي حواليها، ناس مش نايمه على ودانها، ناس بتبني دوله مش بتلعب. طب قول لي ايه اللي حصل؟ انت مش من حقك تسالني سؤال زي ده. طب اهدى شويه. اهدى ازاي وانتوا نايمين؟ انا عاوز اقابل المسؤول ده النهارده. فاهم ازرع؟ النهارده مش بكره. انا مش عاوزه نسمع كلام اورلو. انت بس زعلانه ليه؟ علشان انت بتكذب عليا. احلف لك ده مش صحيح. الماما معاها حق. حاولي تعرفي اللي حصل. مش عاوزه احاول ومش عاوزه اعرف. ما هو انت لو عرفتي الحقيقه ما تصدقيهوش. الايام هتثبت لك. مش عاوزاها تثبت. ابعد عني اورلو. اديني فرصه اشرح لك. انت بعتني وانا عند وعدي. يبقى لزومه ايه الاعلان عشان الوظيفه؟ ده شكليات مجرد شكليات. ما تصدقيهوش. وبعدين انا اللي صممت على الحكايه دي. وكمان بتقول انت اللي صممت اورلو؟ طبعا، لان مفيش شركه محترمه بتعين موظفين من غير اعلانات ومن غير اختبارات ومن غير دراسات اقتصاديه. وبعدين كمان عشان شريك. ماله شريكك اورلو؟ انت مش بتقول هو سايب لك كل حاجه؟ يا حبيبتي مش لازم في اول الامر يعرف العلاقه اللي بيني وبينك. ليه يا اورلو؟ لانه لو عرف هيفتح عينيه، هيفتحهم قد كده. مش هنعرف نعمل اللي احنا عايزينه. ديفيد شارل سامحون ده مش سهل، ده ابوه مليونير وبعدين عنده خبره فظيعه. كل اللي بيقعد معاه بيعرفه بيقول كده. ده الالمان اعتقلوه وحارب الانجليز، والمصريين حاربوه ومحدش فيهم قدر عليه. ما تصدقيهوش. ايه ماما؟ انت ما عندكيش غير ما تصدقيهوش. اورلو انا بقالي 8 شهور من غير وظيفه. انت ناقصك حاجه؟ ايوه ناقصها. ناقصها ايه؟ ناقصها وظيفه. ايه ماما؟ انا اللي بعين الموظفين. واضح. احلف لك يا حبيبتي وبكره تشوفي. وبعدين انا لقيت موظفين فعلا. هتشغل مين؟ احنا عايزين كاتب حسابات. وهتجيب مين؟ ليفي ابن اختي. وقلت له المسيو سامحون؟ وقلت له كمان على رشيل بنت خالتي ميري. هتشغل رشيل بنت ميري؟ دي مجرد موظفة عشان المراجعة المشاوير. مش معنى رشيل تشتغل من غير اعلان؟ عشان اخلص من وجع دماغ خالتي ميري. وبعدين دي مجرد موظفة صغيرة، مش سكرتيرة عامة للمكتب كله.
هتجيب مين كمان اورلو؟ خلاص ما فيش غير الفراش. هتجيب مين؟ ايه رايك في نينو ابن متشولح؟ ابن متشولح اخوك. ده عيل 18 سنه. سبيل. نعم ماما. ما تصدقهوش. احلف لك يا حبيبتي صدقيني انا. طب واذا جبت سكرتيره غيري؟ مش ممكن ابدا، ده انا اللي بعمل الانترفيو. وامتى هتنزلوا الاعلان ده؟ ابدا، كلها كام اسبوع اول ما نلاقي المكتب. وبكره تشوفي. ما تصدقهوش. انا بلغني من يوسف الازرع انك رفضت ان المقابله تتم الا في مكتبي. امر طبيعي اني اطلب طلب زي ده، خصوصا اذا كنت جاي اتكلم في موضوع زي اللي انا جاي اتكلم فيه. ولو ان اللي حصل معايا امبارح بالليل خلى ثقتي في حاجات كتيره قوي تهتز. للدرجه دي؟ ولو ان المقابله كانت هتتم بيني وبينك في مكتب ادون يوسف الازرع او في اي مكان تاني، كنت هضمن منين ان اللي انا قاعد بتكلم معاه ده مسؤول فعلا؟ ادون سمحون، يبدو انك حريص جدا. لو انك عشت حياه زي اللي انا عشتها كنت بالتاكيد هتبقى حريص زيي بالظبط. ولو انك فوجئت باللي حصل معايا امبارح بالليل كان بالتاكيد حرصك ده هيزيد. ايه اللي حصل امبارح بالليل؟ انت تعرف حد اسمه عزرا صمويل؟ عزرا صمويل؟ اعتقد ان انا سمعت الاسم ده قبل كده. عزرا صمويل ده كان بيشتغل في مصر الصبح في بنك، وبعد الظهر كان بيشتغل عند الخواجه صروف. ماله عزرا ده؟ اكيد هو اللي مديلها الميعاد. ليه؟ لانها قاعده اكتر من ساعه لوحدها. ودي فيها ايه يا ابراهيم؟ مين يراهن؟ انت بتراهن على كل حاجه. وانت زعلانه ليه؟ لا حق تزعل، وتزعل ليه؟ انا اللي محيرني، حاولت افهمه وما قدرتش. دي بيت شعر سمحون، في ايه عشان تحبوه بالشكل ده؟ اسحاق خلي كلامك محترم. انا شخصيا شايفه انه جنتلمان حقيقي. ديفيد عمره ما عمل مع حد فينا من يوم ما اتعرفنا عليه اللي انتوا بتعملوه، ولا قال اللي انتوا بتقولوه. كنا في مصر بنقول تبقى ببقك وتقسم لغيرك. ابراهام لو استمريت بالشكل ده انا همشي. بس اوقفوا اطلاق النار. هي في بالكم الكافيتيريا وماشي. وين مدموزيل؟ من فضلك لو في ادم سامحون قول له ان انا سالت عليه. قول له ان انا مستنياه في البيت. تفتكر ان عزرا كان جد في الكلام اللي قاله ده؟ اللي انا اعرفه ان الكلام ده ما يبقاش فيه هزار. مفهوم لكن والا ما كنتش طلبت مقابلتك. طبعا ده شيء منتظر ومش غريب على شاب زيك، له تاريخك وحماسك وخبرتك. على العموم اعتقد ان وجودي هنا هو رد على الموضوع ده. انا طبعا لما لقيته في الحاله دي اضطريت اني اجريه عشان اخد كل اللي عنده. وهو صدقك؟ المساله دي مش انا اللي بت فيها. اعترف لك انهم ما بلغوش لما كلموني عنك. اشكرك على الاطراء ده، بس ده مش موضوعنا. مش خسارة موهبتك وذكائك ده. احنا في حاجة للموهبة دي. افهم من كده ان ده عرض. اعتقد ان دي مش اول مرة، واعتقد انكم عارفين ردي كويس. هو ده اللي انا عايز اكلمك فيه. حتى لو كنت جاي اتكلم معاك في موضوع تاني. اللي انا عاوزكم تعرفوه كويس اني عشت طول عمري كله احلم بالوطن ده، ومصمم اني اعيش فيه زي اي مواطن عادي. انا عندي احلام عشتها سنين نفسي احققها. انا مقتنع ان انا ممكن افيد الوطن ده في مجالات تانية. في مناقشة مع ادون يوسف الازرع سألته اذا كان متجوز، وكان يبدو ان ادون سمحون بيدور على عروسة. بس برضه متهيألي ان في حاجات اهم من معرفتكم باخباري العاطفية. على العموم انا قبل ما افكر في تكوين العيلة لازم اطمن اولا ان العيلة دي هتعيش في امان،
انا سعيد جدا بمعرفتك ادم سمحون، والسعيد اكتر ان الوطن فيه مواطن زيك، واحب اطمنك ان الوطن في ايدي امينه. وبخصوص عزرا، احنا اكيد هنهتم بالموضوع ده، انما في ظروف وطن زي وطننا بيمر بازمات ومشاكل، بعض الناس بيحسوا باليأس بسرعة وبيشعروا ان دي نهاية الكون. المواطن بيرجع البلد وعنده احلام وكأنه هيعيش في الجنة، لكن بيصدم بالواقع. موضوع عزرا ده مش اول موضوع. التجربة اثبتت ان اذا مررنا بالازمات والمشاكل ديت النتيجة هتكون افضل. احب اقول لك اني اخدت قرار بالنسبه لموضوع عزرا، لو كلمني هعتذر له. ليه؟ ده انت تقدر تساعدنا. اللي انا متاكد منه انك تعرف اني وقعت عقد الشركه النهارده الصبح مع ادون اورنوزروف. انا بلغني موضوع زي ده من ادون يوسف. وانا لما وقعت العقد ده كان هدفي ولا يزال بناء مشروع هنا في اسرائيل يكون ناجح. اسرائيل يكون ناجح. الوطن مش هيتبني بالامن بس، الوطن هيتبني اصلا بالمشروعات الاقتصاديه اللي هتخليه وطن بالفعل. ادم سمحون، انا اهنيك بتوقيع عقد الشركه، واهني الوطن ان في مواطن زيك. شالوم. شالوم. مردخاي، ابعت لي يعقوب بسرعه. انا مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط ليليان؟ يعقوب، انا واضحه في كلامي. انا بطلب اعفائي من المهمه دي. ديفيد؟ ايوه ديفيد شارل سمحون. بتحبيه؟ ما اعرفش، مش عارفه، ما اقدرش اقول لك. اسمع يا يعقوب، اكيد انتوا تعرفوني كويس وتعرفوا ان المسائل العاطفيه دي بتيجي في المقام الثاني ويمكن الثالث من اهتمامي. مفهوم. انما اللي مش مفهوم بقى انك تحبي. انا اشتركت في حرب التحرير ووقتها كنت صغيره. كنت زي اي بنت في الدنيا ليا احلامي، ويمكن اللي ما خلانيش ارتبط لحد دلوقتي اني ما لقيتش الشاب اللي يقدر يحقق لي الحلم الرومانسي البسيط اللي كنت بحلم بيه وقتها، لحد ما قابلت ديفيد شارل سمحون. يعني ديفيد شارل سمحون هو اللي قدر انه يحقق لك؟ لا، مش هو ده. ارجوك يا يعقوب حاول تفهمني. انت مقتنع معايا بغض النظر عن تاريخ ديفيد انه انسان ذكي؟ بالتأكيد. وبالتأكيد كمان ان مقاومته للانجليز وصراعه مع المصريين اضافت لذكائه ده خبرات كتيره. مفيش شك. ومفيش شك كمان انه حاسس ان في بعض الشكوك حواليه، رغم اني متأكدة من ده، الا اني بلاقيه مندفع جدا في مشروعاته ومتحمس ومتوهج في احلامه، مستهين باي شك وبكل شك. ده انسان جه عشان يعيش هنا ويموت هنا. انا مش عارفة اذا كنتوا بتشكوا فيه ولا في حاجة تانية عايزيني اقرب عشانها. اكيد انتوا معاكوا حق، اكيد معاكوا حق بكل اللي بتعملوه، لكن الامانه هي اللي بتخليني اقول الكلام ده واطلب الطلب ده. ده احساس غريب، احساس بيخليني كل مره اشوفه فيها اقرب منه اكتر. انت وراك حاجه؟ اسمحي لي استخدم التليفون. ما بلاش التظاهر بالادب ده. يعقوب، انا تعبانه. الو يعقوب. اوكي انا عايز اعرف انت عايزه ايه بالظبط دلوقتي ليليان؟ انا بطلب اعفائي من المهمه دي. شوفوا حد تاني. طب اديني فرصه عشان اقدر اعرض الامر في الوقت المناسب. يعقوب، اذا وافقوا اقدر بعد كده اشوفه بشكل شخصي. اسف
ما عرفتش انك عايزني الا من دقايق. انت كنت فين؟ عند ليليان. طلبتني وقالت لي انها عايزه تشوفني فورا، وكانت عصبيه جدا. اكتشفت حاجه بالنسبه لديفيد؟ ليليان بتطلب اعفائها من المهمه دي. اسباب عاطفيه؟ مش بالظبط. ليليان بتقول ان ديفيد شارل سامحون بيمثل لها الحلم الرومانسي الجميل اللي كانت بتحلم بيه من ايام حرب التحرير. ايه، في حاجه؟ لا ابدا. ديفيد كان عندي من ساعه. معقوله؟ جاي يقول لي على مقابلته العذراء. بالسرعه دي؟ ومين اللي عرفه سكتك؟ يوسف. ديفيد راح ليوسف وطلب منه انه يعرفه بشخصيه مهمه قوي، ومرضاش يوضح له الاسباب. متهيألي بالشكل ده تبقى المساله منتهيه. مش قبل ما نتمم الخطوه الاخيره. والمطلوب؟ في طياره مسافره بكره الصبح على روما، تاخدها وتقابل البرتو مازيني. تعرفه؟ اتقابلنا كم مره. تقعد مع البرتو وتفهمه يعمل ايه بالظبط. تفتكر ان المساله دي محتاجه لسفر وبدل سفر الموضوع ده عشان ما يحتملش اي شك لازم يتم بالاتصال الشخصي، بدون ورق، بدون برقيات، حتى بدون شفره. البرتو يعرف ازاي يتصل بسارة وافرايم في مصر، يقعد معاهم ويحط لهم الخطه، وما يرجعش من القاهره الا ومعاه تحريات كامله عن كل الاماكن اللي كان بيتردد عليها ديفيد وكل الاشخاص اللي كان بيتصل بيهم. حتى من اليهود الموجودين في مصر؟ حتى من اليهود اللي موجودين في مصر. معقول يا حسن؟ ايه مالك؟ تجيبني من روما وتكلف الدولة فوق ال 100 جنيه علشان تقول لي البرتو مازيني في مصر؟ مش بالظبط يا مصطفى. امال ايه الحكايه؟ فاهمني. البرتو مازيني موجود في مصر بقاله 4 ايام ودخل بباسبور امريكاني سليم مش مزور، والغريب انه دخل من غير ما نحس بيه وقعد في اللوكاندا زي اي سايح امريكي. وازاي عدى منكم في المطار؟ يعني لاسباب كتير، انما المهم الحركه اللي بدا يتحركها الواد ابراهيم سليمون اخو سوسو بتاع الساعات، ومش لوحده، معاه ساره كمان. حركه ازاي يعني؟ بيعملوا ايه؟ بيروحوا الموسكي واستنبيلوس، يعني اي مكان كان بيروحوا رأفت الهجان. الله، دول بيتحروا عنه. بالظبط. معنى كده انهم بيشكوا في رأفت رغم المده اللي قعدها في اسرائيل لحد دلوقتي. دي حاجه. الحاجه التانيه البرتو مازيني نفسه بدا يتحرك في حرص. ما نقبض عليه. مش في مصلحه رأفت الهجان؟ هو البرتو ده مش اسرائيلي؟ نقبض عليه شيء طبيعي. ونضيع فرصه لتدعيم موقف رأفت في تل ابيب. شوف يا مصطفى، واضح انهم لسه بيشكوا فيه، ودي حاجه لازم نواجهها. انما مهما عملوا من تحريات هنا مش هيوصلوا لحل، مش لانهم مش لاقيين حاجه، لا، لاننا مغطين المساله كويس جدا. احنا عايزين البرتو يوصل تل ابيب ويقول لهم كل شيء تمام. طب فين المشكله؟ المشكله في رأفت نفسه. لا رأفت ما بعتش اي حاجه، واحنا مأكدين عليه انه ما يبعتش. مش جايز مش حاسس باللي بيحصل حواليه؟ لا ما اعتقدش. رأفت الهجان حتى لو حاسس باللي بيحصل حواليه في ما هو اخطر. اللي هو رأفت يا سيدي عمل علاقة مع بنت صحفية في دبار اسمها ليليان فريدمان. ما انت عارف رأفت يا حسن. ايوه بس ما يعرفش ان ليليان دي شغالة مع الموساد. والحل عشان كده انا بعتلك وانا جاهز. اسمعني كويس يا مصطفى. يوشع. اهلا سامحون. في حد سأل عليا امبارح؟ المجموعه فرانسوا كانت موجوده؟ جت انتظرت كتير بس ما سابتش رسائل. يوشع، كافيه اوليه باتيه وكرواسون. ميرسي يوشع. ميرسي ليك.
بونجورنو سينيور، ممكن اولع السيجاره؟ قوي. كده هيبان عليك انك تعرفني. اصل المفاجأة ما كانتش عادية. بلاش كلمة تريدمان. جراسي سينيور، مولتو جراسي.